هذا من خبر صاحبي. أما الخبر الأعظم فداعية من الدعاة. إخوان، أيضا استهان بمثل هذا الأمر شاشات وإنترنت وقنوات. اسمع ماذا يقول أصحابه عنه. كان يحدثنا عن الإنترنت وفوائدها في خدمة الدين وإقامة الحجة على اليهود والنصارى والمبتدعين. ثم رأى الشباب من حماسه واندفاعه يقولون له، فقلنا نسأل الله أن يفتح عليك فتحا مبين. لا شك يا إخوان أنها وسيلة من وسائل الدعوة إذا عرفنا نستخدمها الاستخدام الصحيح. فمرة من المرات ونحن جلوس هنا أتانا سؤال من القطب الشمالي. سبحان الله كيف ربط الانترنت مشرق الأرض بمغربها. لكن كما قلت لكم مصيبتنا إساءة استخدام الأشياء وعدم استخدامها الاستخدام الصحيح. أول المشاهد، يلا احسب معي المشهد الأول كان يحدثهم عن الانترنت وفوائدها الجمة في خدمة الدين وإقامة الحجة. يقول صاحبنا وكنا من حوله نتعجب من حماسه واندفاعه ونقول اللهم وفقه واحفظه من أوحال الإنترنت. المشهد الثاني صاحبنا أمام شاشة الكمبيوتر يتصفح أحد محركات البحث. ثم ظهرت في إحدى الصفحات في زاوية من صفحاته دعاية لموقع إباحي. غض بصره، هذا الإيمان قوي، غض بصره واقشعر جلده وانتفضت أعضاؤه. أغلق المتصفح وأغلق الجهاز وقام وهو خائف على دينه يطلب الله المغفرة والثبات. جاء الشيطان افتح الجهاز، اترك هذا وافتح الجهاز وانشغل بما كنت تنشغل فيه. مرة ثانية فتح البريد الإلكتروني فإذا برسالة بعنوان مغري. فتحها إذا هي عنوان لموقع إباحي. يا إخوان يتقصدوننا. هذه الشركات تعرف أسماءنا، تعرف أن فلان عبد الله وأن فلان محمد. هكذا غدونا عن طريق نشر الفاحشة والرذيلة. هم يعرفون أن لا دبابة ولا مدفع تقف أمام هذه الأمة. لا دبابة ولا مدفع تستطيع أن تقف أمام هذه الأمة. فالتاريخ يشهد على طول المواجهات لم يستطيعوا أن ينتصروا علينا انتصارا حاسما في أرض المعركة. لكنهم تفكروا أن يدفعوا الدبابات لا تقهرهم، لكن تقهرهم كأس وغانية. في قصة بلعام ايش سلط على بني إسرائيل؟ قال ارسلوا النساء في أجمل حلة وأجمل زينة ولا تمتنعن امرأة من